وشكر خاص أخوي وحبيبي تاج راسي، هذا اللي أعجز أن أوصفه، اللي هو الفنان حاتم العراقي، اللي بهذا مصابه ووفاة أخوه علي، والشدة اللي هو واقع بها والحزن اللي بيه، يرفع تليفون ويسأل وما مصدق شنو محتاج، شنو اللي ناقصك، التحاليل، أي مستشفى، أي شيء، أنا متكفل، أنت أخويا، أنت. هاي وفاة أبو أحمد حاتم العراقي. أقول له يا حاتم أنت أخوي، وأنت سيف مجرب مو جديدة عليك، بوقفة بنتي ندى ووقفاتك وياي مو جديدة، سيف مجرب، العراقي الأصيل، ولا أخير الناس الطيبين، أنت ذهب أبو الوقفات اللي ما تقصر أبد. ربي يفك عنكم هالحزن، ورب إن شاء الله خاتمة الأحزان، ويا ربي إن شاء الله علي قبره جنة من جنان رب العالمين، ويا رب العالمين، ويحفظك ويحفظكم إلي ويبعد عنكم كل مكروه يا حبايبي، ما أريد أطيل عليكم. الله يوفقكم، أخوكم وصديقكم والفنان البسيط اللي على قد إمكانيتي، الفنان خالد العراقي. والبارحة واليوم قمت على حيلي ويا الله. من اللي وقف وياك بهاي المحنة؟ هاي تعتبر محنة. من اللي وقف وياك؟ والله كل الأصدقاء وكل الفنانين، وذكرتيني على رأسهم صديقي وأخوي وحبيبي الفنان الكبير حاتم العراقي. تحياتنا للفنان حاتم العراقي، ماديا ومعنويا، وما عافني حتى بيوم العملية، خابر منور قام عادل طلع من العملية اجى. فأبو أحمد تحياتنا من هذا المنبر، منبركم الراقي الجميل، تحيات لفناننا وسفيرنا حاتم العراقي. هو مو بس وياي سواها، أي فنان عراقي أو أي شاعر عراقي، أي صديق كنا احنا متابعين خطوة بخطوة ايش موضوع حاتم يوقف وياه. فالله يخليك يا أبو أحمد لكل أصدقائنا. هذا نيتك الطيبة اللي تلقاها بالوجوه طبعا، ولا يهونون كل أصدقائنا وشعرائنا وفنانيننا، يعني غرقوني بوقفاتهم، غرقوني. ان شاء الله رجعت لنا بصحة وعافية، وان شاء الله بعد ما تشوف شر. الله يسلمك.